ازيكم يا حبايبي، انا اميره وده مطبخي. احنا النهارده هنعمل فراخ ورز وبسله. طبعا مفيش بسله اليومين دول، في البسله ديت انا مخزناها في الفريزر. يعني شكل بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا حبايبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت معلقه سمنه عليها معلقه زيت. انا بضرب الطماطم والبصله مع بعض في الخلاط عشان انا ما بحبش احمر البصل عشان ما يبقاش حامي قوي. بضربهم الاتنين، حطيتهم على السمنه والزيت. ضفت عليهم ملح وكمون. وطبعا احنا اتفقنا طالما في طماطم صلصة يبقى لازم في معلقة السكر. ضفت دول كلهم مع بعض. الطماطم اتسبكت كويس زي ما انتم شايفين. ضفت عليها البسلة جميلة ازاي، انا مخزناها لونها بسم الله ما شاء الله كأنها لسه جاية من الارض. خضرة وجميلة ازاي، وما في ثواني بتكون مستوية، متاخدش متكملش نص ساعة على البوتاجاز في السوا. اهي بسم الله ما شاء الله عملت ازاي، ولونها لسه زي ما هو اخضر. جميلة بصراحة، تخزينها جاي مظبوط. هبقى انزل لكم طريقة التخزين اللي انا كنت مخزناها بيها. ودي الفراخ طبعا انا عاملاها، انا هنزل عمايلها دلوقتي، بس هي كانت متعلق عليها جنبها. انا اخد شوية شوربة من بتاعة الفراخ عليها، ازودها بها تكمل سواها بها. بتطعمها برضك ايه كمان. كده انا هسيبها تكمل سواها بقى مع نفسها، وهنعمل احنا الفراخ. انا بجيب ميه، اضيف عليها عصير طماطم، ملح، كمون، بهارات بقى زي ما تحبي اللي انت عندك واللي انت بتحبيه. انا بحط للفراخ ملحها في الاول لان الفراخ كده كده ما بتتغيبش في السوا، بحط ملحها عادي معاه. بهارات فراخ، ورق لوري، فلفل، كمون، حبهان، آه، قرفة، زنجبيل، دوم اساسيين عندي على طول. وبوكو جرنيه بقى بحط لها طماطم، فلفل، جزر، بصل، اللي موجود عندك حطي بطعمها الشوربة جميلة ازاي. لسه كمان لما الفراخ تاخد غلوة فيها كده، الشوربة بسم الله ما شاء الله صفرة، مش مريمة، جميلة. الشوربة عاملة ازاي، مش حاجة على وشها، والشوربة صفرة وجميلة ازاي. بسم الله ما شاء الله. كده الفراخ استوت، انا هنشيلها عشان نحمرها سوا مع بعض. كده انا ليا خلطة بعملها للتحمير، خلطة جميلة جربيها، بتديكي لون ايه. دي معلقة عسل اسود بيخلي طعم الفراخ روعة وبيدي لون يا جميل. معلقة العسل مع معلقة الصلصة مع شوية الكزبرة الناشفين مع معلقة زيت، وتهيني وش الفراخ او او في بط او اي حاجة عايزة تحمريها، اتهينها بالخلطة دي. بصراحة بتخليها شكلها تحفة. هي من قبل ما تدخل الفرن تلاقي شكلها حلو، وهي لسه ما دخلتش الفرن وخدت اللون. جميلة بسم الله ما شاء الله. اذكروا الله يا حبايبي، صلوا على النبي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اذكروا الله وادعوا لنفسكم وادعوا لحبايبكم. شوف بسم الله ما شاء الله الفراخ طلعت من الفرن لونها عامل ازاي، جميلة جميلة جميلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ادعوا لنفسكم وادعوا لحبايبكم. اهم حاجة الستر والصحة، ربنا يا رب يدومها علينا يا رب. ربنا يسترنا جميعا ويرحمنا برحمته، ويديكم الصحة ويدومها عليكم يا رب. اللي ما اشتركش في القناة بتاعتنا يشترك، وتابعوا القناة وفعلوا الجرس يوصل لكم مننا كل جديد بإذن الله. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ تحفة بصراحة، جميلة، طعمها جميل وشكلها أجمل. بسم الله ما شاء الله. ده الرز طبعا بقى ده معمول حبة وحبة، ده مش مثال ان احنا ايه نعمله على الفيديو، احنا كلنا شاطرين وعارفين كل حاجة. وده البسلة والفراخ بسم الله ما شاء الله جميل. سلام.